هذا راه ماشي كاس عديد العصير، هذا حلاب تبارك الله. شوفوا الحجم ديالو قداش تيبان حدا هاد السطل ديال 3 كيلو د نوتيلا. ردوا البالي لا ما كانتش الشايه ديالكم مفتوحه بلا ما تكومونديوه، اما الا كانت الشايه مفتوحه نصحكم بهاد التغميسه ديال الفرomage، ثاني احسن تغميسه من بعد دجاج العراسات. واخيرا سير هذا جيتي عندنا باش تاخذ احسن زعزع كاين في الولفه. مرحبا بك. والحمد لله على الطراوه ديال الخيرات ديال البلاد عندنا اللي بها هذا المطعم كيقاد عصائر في المستوى وغادي نكتشفوه. من بعد مده طويله رجعنا لمطعم ويدو اللي كاين في الولفه بالضبط قدام مسجد الحاج فاتح. هاد الزعزع المتوحش الثمن ديالو 43 درهم وفيه عده مكونات. كنت ما قلت صافي سالا وكيزيدوا فوق منه شي حاجه. صارينا عندهم واحد الباناشي اكزوتيك ب 21 درهم، في كاع دوك الفواكه المفضله عندي. نوعيه العصائر تقدر دوز بها شي طبق يكون ناشف. مثلا هاد برجر ويدو ب 55. انا خدام على المونتاج الفيديو تنقول ما كرهتش نعاود نكوموندي. بلاتي ضروري ما تلبس الليغات في هاد النوع د الاكلات. في نفس السياق تقدروا تاخذوا هاد الطاكوس تشيزي ب 47 درهم، وهاد البرجر كيجيو بنان والمكونات ديالو موسر. وهذا هو الجديد عند ويدو، بيتزا كالزون. الكالزون كتخدم بنفس الباط ديال البيتزا فقط كتجي مطويه. النتيجه كتكون عجينه مقرمشه من برا وطريه من الداخل. واش تعجبني كتحافظ على النكهات ديال الحشوه اللي كتكون لداخل. وقولوا لي شنو هي هاد الاكله، وبصراحه غادي تلفوا شنو تختاروا حيت عندهم اطباق متنوعه. واخا الريزوتو جاني خاصو يزيد ينشف شويه، لكن المكونات في المستوى والبنه كانت حاضره. اغلياتي الفواكه البحر ب 65 تستاهل الثمن ديالها. اخيرا كريب كنافه بيستاش غادي تعجب عشاق الكريب. الباطا كريب عندهم واعره.